النهارده حبيت اشارككم وصفه طلبتوها مني كتير جدا جدا في الكومنتس. قلت النهارده هعملها معاكم، وهو السويس رول الجميل اللي انتوا شايفينه ده بالسبونج البيتي، سهل واقتصادي جدا، وزي ما انتوا شايفين كده جميل وحلو قوي. بصوا، في العجان بتاعنا هننزل بثلاث بيضات بدرجه حراره المكان، عليهم ظرفين من الفانيليا، استخدموا فانيليا سائله لو عندكم او حابين. هنشغل العجان على اعلى سرعه، طبعا ممكن تشتغلوا عادي بمضرب الكهرباء. هننزل بنص كوبايه من السكر، سكر عادي جدا مش بودره، سكر عادي. وبعد كده هيفضل بقى ايه شغال على اعلى سرعه لحد ما لونه يتغير ويفتح كده وقوامه يتغير ويهيش. ده بقى معانا محسن الكيك، شكله عامل زي الجل كده او عامل زي الفازلين كده الفاتح، لونه فاتح. احسن حاجه الكيس ده، احسن وافضل كتير 100 مره من الفرد. ده بيعيش مده طويله جدا، انا تقريبا ده عندي بقاله سنه. بصوا بقى وصل لقوام المارنج ازاي، او ما حطينا المحسن الكيك. ده قوامه. دول بقى كوبايه ونص من الدقيق، نخلتهم 5 6 مرات كده. كل ما بتدخلوا فيه بيدوله هوا وبيدوله قوام حلو جدا. معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ونكمل شغل. هننزل عليها الميه دي مج عادي، مج سعته 200 مللي، برضو ميه عاديه من الحنفيه، وضربتين تلاتة كده زي ما انتوا شايفين. وخلاص كده اختلط بقى معانا قوام مظبوط. انا هاخد منه حبه صغيرين عشان هشكل السويس رول زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. هعمله منقط بالشكل ده، ممكن تستنوا عن الخطوه دي، بس انا حبيت اعملها كتغيير من شكل الجاتوه. احنا ما بنحبش الكريمه، فقلت انا هعمله مش بكميه كريمه كتيره يعني، مش هقفله كريمه. وحطيته في الفريزر. وبعد كده نزلت بمعلقه كبيره من الكاكاو، وعليها كمان معلقه صغيره من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، ومعلقتين ميه برضو عاديه من الحنفيه، وضربتين تلاتة كده. وكان خلاص في الفريزر الصاج بتاعي ده مقاس 30 في 40. كان الكريمه اللي فيه اتشمعت وبقت متماسكه ومش هتطلع مني وانا بصب الخليط. طبعا انا بوزع الكريمه بتاعتي من فوق، ما بوصلش لتحت. زي ما انتم شايفين كده بزقها بالمعلقه للطروف بتاعتها كده لكل الاركان عشان توصل لها. وفي الاخر هديها خبطتين تلاتة كده، واكون مشغله الفرن بتاعي من قبلها بربع ساعه ولا حاجه على درجه حراره 180. وهحطها في الرف الاوسط. زي ما انتم شايفين كده طلعت جميله وسمكها تحفه. وطبعا غطيتها فورا بعد ما طفيت عليها للفرن، غطيتها في فوطه تكون تقيله. هسيبها تهدى بقى، وطبعا هكون مغطيها كمان دلوقتي لغايه ما اعمل الكريم شانتيه. نص كوبايه ميه ساقعه متلجه عليها ربع كوبايه سكر، وممكن تحطوا طبعا ربع كوبايه حليب، بس الحليب بيأثر من عمرها شويه. وهنحط نص كوبايه كريم شانتيه خام. لو عندكم بسكر فتستنوا طبعا عن السكر في الوصفه دي او في الكريم شانتيه. يعني خلاص كده ضربناه ضربتين تلاتة تقل معانا. وهنحطه على كل كميه. الكميه دي اخدت معايا السويس رول كله. نص كوبايه الكريم شانتيه ديت اخدت معايا كل الكميه. هنلفها بالطريقه دي، ما تلفوش بايديكم طبعا، هتلفوا بورقه الزبده زي ما انتم شايفين، وللاخر زي ما انتم شايفين كده. ونلمها وبسكينه او مسطره هندخل السوسول، هنتك عليه عشان يعني يربط مع الكريمه ويمسك ويبقى متماسك جدا وحلو زي ما انتم شايفين كده. شكله قمر حلو جدا، والنقط اللي فيه دي حلوه ولذيذه. جودي بتساعدني بتشدها معايا. بصوا يا جماعه، لفه كده بالورق كمان، وعلى الفريزر ساعتين مش اقل من ساعتين لحد ما الكريمه تتماسك في الكيكه وتبقى حلوه زي ما هنشوف دلوقتي. هنفكها بعد مرور ساعتين كده، اقل حاجه ساعتين، ممكن تبات ليله كامله في الفريزر عادي يعني. هنقطعها قطع زي ما انتم شايفين. بنشيل اول حته كده بتبقى في الجناب مش مظبوطه ومش فيها كريمه كتير، وهنقطع. طلعوا معايا حوالي 12 قطعه، يعني دست الجاتوه من كوبايه ونص دقيق وشويه كلام، يعني بسيط جدا. سهله ازاي واقتصاديه وجميله. جربوها هتعجبكم جدا. هتنفع لمناسبات اعياد ميلاد، هتنفع العزومه، هتنفع على اي حاجه هتشرفك، شكلها حلو جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكنت معاكم على تهامي.